السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم. التخزين مش تخزين فريزر بس، احنا النهارده بقى هنخزن شويه وصفات في التلاجة حلوه قوي. كل ما اولادنا تجوع او احنا نجوع بنطلع بالعلبه ونسخن وناكل على طول. هتريح بقى ست البيت من الوقفه وكمان من حيره ماما هنفطر ايه، ماما هنتعشى ايه. بجد بجد وصفات لازم تكون في التلاجة عندنا. هتريح ست البيت اذا كانت عامله او ست بيت من زن طول النهار هنتعشى ايه هنفطر ايه. وكمان وصفات تنفع للغدا حلوة قوي بالعلبة كده في التلاجة، يعني اي تلاجة لازم يكون فيها الوصفات دي. وان شاء الله اعمل لكم كمان افكار وصفات تانية لو عجبتكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على طول من غير ما نرغي. اول وصفة عندنا هنعمل جبنة حلوة قوي. طعمها حلو جدا وبنجيبها كمان من بره من المحلات غالية جدا. لما بنروح سوبر ماركت قسم الأجبان بنلاقي الجبنة دي موجودة كده في سرافيس كبيرة، بناخد منها بالربع بالتمن بالنص زي ما احنا عايزين. اول حاجة جبتها قطعت بقى الفلفل الالوان اللي عندي. طبعا ممكن اي فلفل الوان احنا عايزين بس نعمل بهجة كده للولاد، وكمان نعمل لهم زي بره بالظبط. كمان جبت خيارة كده وقطعتها. المهم في الوصفة دي علشان تعيش معايا في التلاجة يجي اسبوع كمان او اكتر، لازم ما يكونش فيها اي مية. يعني الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده انا بشيل القلب بتاعه. الفلفل حطاه ناشف، الطماطم برضو ناشفة، الخيار ناشف، بشيل القلب بتاعه وما بحطش اي مية فيها، لان المية هنحطها على الجبنة هتسرد المية على الجبنة والجبنة بتاعتنا هيبقى عمرها قصير. لا احنا عايزينها طبعا تقعد معانا وقت طويل. اي نوع جبنه فيتا عندك بقى او براميلي، بس انا بصراحه استخدمت الجبنه الفيتا. كنت بستخدم في الوصفه دي الجبنه اللي بطعم الشيدر او اللي بطعم الجبنه الرومي حلوه قوي. بس بصراحة في ناس جربتها بالجبنة اللي بطعم البسطرمة، وكمان سمعتها في قناة بتبقى حلوة قوي. فجربتها وفعلا عجبتني الجبنة اللي بطعم البسطرمة. لو متاح عندكم تجربوا الجبنة اللي بطعم البسطرمة حلوة قوي. لو مش متاح استخدموا اي جبنة اللي انتوا عايزينها او الذوق اللي انتوا عايزينه. بجيب بقى الجبنة وبحطها عليها بالشكل ده. حطيت عليها كمان شوية من الكمون. ولو حسيتي ان الجبنه بتاعتك عدبه، لو انت بتستخدمي جبنه فيتا عدبه ممكن تضيفي لها شويه ملح صغيرين. بس طبعا الجبنه بتاعتنا هنا متطعمه وطعمها حلو قوي. حطيت على الوش بقى بعد ما حطيتها في العلبه شويه زيت زيتون او زيت عادي. حطيت كمان شويه من الفلفل الالوان اللي ركنتهم على جنب عشان تديني بقى شكل كده وبهجه حلوه. ودي بقى كانت وصفتنا الاولى. هنعمل وصفتنا التانية. وصفتنا التانية زي ما انتوا شايفين اكيد كلكم عرفتوها. يبقى هنعمل شوية مسقعة. هنعمل شوية مسقعة حلوين قوي كده زي المحلات، مش هنستغنى عنهم في الفطار في العشاء. طبق كده جنب الأكل هيريحنا وهيفتح النفس. قبل بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا أنا بتمنى من كل حبايبي واخواتي لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو انت جديدة يا ست الكل على القناة، في فيديوهات حلوة جديد وفي فيديوهات هتستفادي منها جدا. ما تنسيش بقى تضغطي على اشتراك وتفعلي الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول او يوصلك اشعار بيه على طول. بعد ما قطعت البتنجان كده والشطة هحط عليه ملح علشان البتنجان عندي ما يشربش كمية زيت كتير. طبعا ممكن بقى البتنجان ده تشويه في الفرن او تحطيه في الاير فراير، هتقليه في الزيت زي ما انت عايزة بالطريقة اللي انت بتحبي بيها المسقعة تعمليها اعمليها. جبت كمان هنا الطماطم وزي ما انتوا شايفين بالمبشرة كده وبشرتها. انا بحب ابشر الطماطم بتاعة المسقعة، بتبقى حتت فيها كده ومسكرة وبتدي لون حلو قوي فيها. جربوها قوي، لكن لو حابين تضربوها برضو في الكبة في الخلاط ده زي ما تحبهم او اللي يريحكم. هجيب بقى هنا صينيه اللي هعمل فيها وحطيت بقى شويه من الزيت وحطيت فيها الثوم. في الوقت ده انا كنت حمرت البتنجان وكمان حمرت الفلفل علشان يعني ايه ما اطولش على حضراتكم في الوقت. بعد ما التومه عندي اول ما ادت ريحه كده وبدات انها تصفر معانا بنحط الطماطم. ما تسيبوش التوم لغايه ما يتحرق معاكم او يدي لون غامق لانها بتدي مراره وهتضيع تعبكم. حطيت بعد كده بقى معلقه صلصه عندي صغيره، حطيت ملح، حطيت كمون، ما حطيتش اكتر من كده. بتحبي طبعا تحطي خل حطي خل.
بعد ما اتسبكت عندي سبتها لغايه ما غلت معايا واتسبكت ولونها اتغير كده وبقى غامق معايا شويه. حطيت البتنجان يكمل فيها، يعني انا ما سبتهاش تنشف للاخر، انا سبتها تغلي غلوتين كده تتسبك فيهم ولونها يغير. نزلت بالبتنجان بقى والخضار، سبتهم لغايه ما يغلوا معانا ويستووا لغايه ما بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. خلصت معانا كده المسقعه. بجد بجد الطريقه دي حلوه جدا، وبتبقى طريقه شبيهه جدا للمحلات. هي بتبقى كده يعني بيبشروا الطماطم وبيعملوها كده، بتبقى حلوه قوي. وزي ما انتم شايفين لونها وجمالها وحلوه قوي كده. ما فيهاش اي بقى ميه زياده، بجد بجد طعمها حلو قوي. جربوها، وزي ما قلت لكم عايزين تحطوا فيها خل حطوا، طبعا حسب ذوقكم. حطيتها في العلب كده اول ما بدات انها تهدى معايا شويه من السخونه اللي فيها، حطيتها في العلب. طبعا انا مش هدخل العلب دي في التلاجة وهي الخضار فيها او الوصفات بتاعتي سخنه كده، انا هسيبها مفتوحه لغايه ما تبرد خالص وبعد كده ادخلها التلاجة. هنيجي بقى للوصفه الثالثه، والوصفه الثالثه بتاعتنا هعمل فيها بطاطس مشطشطه كده تفتح النفس، يعني شويه بطاطس من دولت مع حتتين طعميه كده، هنفطر الصبح تبقى حاجه حلوه قوي. قطعت البطاطس زي ما انتم شايفين مكعبات كده، بقطعها مكعبات على حسب اللقمه كده لما اطلعها. هنجيب بقى شويه من الزيت في الطاسه واحط فيها التوم. هسيب التوم بس يتشوح، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس ياخد ريحته تطلع بس ويبقى مستوي معانا. هحط عليه كمان فلفل حامي، الفلفل ده حامي، وحطيت عليه كمان دي دقه انا بعملها بالفلفل الاحمر، بحط فيها الشطه اللي انا كنت عاملاها معاكم، هرسه الشطه. كمان بحط فيها توم، بحط فيها ملح كزبره، دي ببقى عاملاها عندي كده. حطيت عليها بقى كمان البطاطس بتاعتي اول ما كل حاجه استوت مع بعض كده، ونزلت بيه شويه بقدونس كده حطيتهم عليها. طبعا ممكن تضيفي شويه من البابريكا، ممكن تضيفي كمان لو عايزه تشطشطيها شويه من الشطه الحمراء. انا رشيت عليها شويه من توابل البطاطس، بجد بجد اديتها طعم حلو قوي وخلت البطاطس طعمه. لو مش موجود عندك توابل البطاطس ما تحطهاش خالص. بعد برضو ما خلصتها كده على البوتاجاز حطيتها في العلبة دي، وكانت دي تالت وصفة معانا. كمان عندي وصفة برضو بالبطاطس دي حلوة قوي، دي انا بحبها جدا بعشقها. متهيألي مفيش حد ما بيحبش البطاطس المهروسة. دي بطاطسيتين انا هرستهم كده بعد ما سلقتهم طبعا في مية وشوية ملح، كنت مقطعاهم لانها كانت بطاطس كبيرة. بعد ما اتسلقوا معانا وهرستهم، هاجي بقى هنا في الطاسه شويه زيت، حطيت كمان التوم بتاعي. طبعا التوم انا بسيبه بس لغايه ما يطلع ريحته واحس ان هو استوى معانا، ما بحمرهوش. ضفت كمان من هرسه الشطه او الدقه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا عاملاها، وحطيت كمان قرن فلفل اخضر، وحطيت البطاطس بتاعتي جميله جدا. وطبعا انا ما حطيتش ملح لان الدقه اللي انا حطاها هي فيها الملح. وهعملها معاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وهسيبها لكم. انا بعملها عندي في برطمان كده وبستخدمها لتمليح السمك، بستخدمها كمان لتمليح المخللات. هجربها لكم واعملها لكم معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي، سهلة جدا وبسيطة. هنجيب بقى هنا بعد ما حطينا البطاطس وحطينا عليها برضو شوية من البقدونس الاخضر كده على النار، وبكده تبقى خلصت وصفتنا الرابعة. هنيجي بقى لوصفتنا الخامسة. وصفتنا الخامسة بقى هنعمل طبق فول حلو قوي على طريقتي، جربوه هتحبوه جدا. هنجيب برضو الطاسة ونحط فيها شوية من الزيت، حطيت كمان شوية من الثوم، بقلبه تقليبة كده وبنزل على طول بالطماطم وبنزل بالفلفل. هحط كمان الملح، هحط الكمون، هحط كمان شوية فلفل اسود بحبه، بيدي ريحة حلوة وطعم حلو كده في الفول، بيبقى حلو قوي جربوه. هسيبهم بقى مع بعض ياخدوا ويدوا كده لغايه ما الطماطم دي تدبل شويه، التوم بتاعي بس والفلفل يستوي مش عايزينها تتسبك. وهحط على طول الفول بتاعنا، والفول ده احنا عاملينه طبعا في الفيديو بتاع التفريزات بتاع الافكار اللي هتساعدك وتوفر عليكي وقفتك في رمضان، هتلاقوه عندكم وان شاء الله هسيبه لكم برده في صندوق الوصف. يعني هتضغطوا على العنوان وهتضغطوا على كلمه المزيد، هتلاقوا الفيديوهات دي حلوه قوي، شوفوها هتنفعكم جدا جدا. لو انت ست بيت او عامله او بتحبه ان انت تخزني برضو لرمضان، هتلاقي الفيديوهات دي هتنفعك. خلصنا كده بقى الفول بتاعنا، حطينا عليه شويه كزبره على الوش، بجد بجد خلصنا بقى. انا تحسي كده بالانجاز، تحسي بالخير، شكلهم يفرح قوي يعني. وانا برصهم كده كنت فرحانه بيهم جدا. حاجات بسيطه من البيت من التلاجة، بس عملنا بيها شويه علب كده خير في التلاجة. يعني ما شاء الله لما تفتحي التلاجة ويبقى عندك العلب دول، الست علب دولت ما شاء الله في التلاجة
متهيألي انت خلاص بقى كده مش هتنعي هم ان انت تقومي الصبح تفطري ايه. لو عيالك جاعوا في نص النهار كده عايزين يفطروا، مش هتبقي برضو متضايقه او اعملوا سندوتش وخلاص. لا، انت عارفه ان انت عندك علب في التلاجة، جالك ضيوف وحبيتي ان انت تعملي لهم فطار كده، هتطلعي من العلب وتسخني. بجد بجد تحفه. والجبنه دي انا بقول لكم جربوها، حلوه قوي على ضمانتي، تحفه. وكل الوصفات بجد بجد حلوه. البطاطس دي طبعا هايله وجميله جدا. طبعا عايزه بقى شويه بصل اخضر كده، انا بعشق البطاطس المهروسه مع البصل الاخضر، دي كفيله عندي ان انا اعمل سندوتش بيها كده بس وافطر بيها. كمان البطاطس المشطشطه دي هتعمليها تبقى حلوه قوي، تطلعي شويه كده جنب شويه طعميه سخنه، تعملي سندوتشات منها، هتبقى حلوه قوي وهتعجبكم. طبعا المسقعه اخدت معايا طبقين كده، ما بنستغناش عن المسقعه. والمسقعه كل ما تبقى في التلاجة وتعيش اكتر كل ما طعمها بيبقى احلى واحلى واحلى. كمان طبق الفول ده، وكتروا من الكميات يا جماعه. انا طبعا عامله الفكره بالكميات دي، اللي عايز طبعا يكتر يكتر، يعني اللي عايزه تزود الخضار في الجبنه تزود، اللي عايزه تزود في البطاطس المهروسه تعمل لها علبتين ولا حاجه تزود. بجد بجد حلوه قوي، وكل ده خير في التلاجة وافكار ان شاء الله هتعجبك. وبكده بقى الفيديو بتاعي خلص. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لغايه هنا يبقى الفيديو عجبكم قوي. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والشير علشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد بيه، والفيديو كمان يترفع ويوصل لعدد مشاهدين أكبر، وتكبروا القناة وتكبر على إيديكم وبيكم. واللي لسه ما اشتركش بقى يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.